الو. الو. اهلا وسهلا بحضرتك، انا مروان من شركة اكس للتسويق العقاري. اخبار حضرتك ايه؟ حابب اقول لك عن فرصة مميزة في مدينة المستقبل. ممكن اخذ من وقتك دقيقة صغيرة؟ بالراحة عليا يا عم، في اتفضل. ولا يهمك، حقك عليا. ممكن ارجع لك في وقت تاني يكون مناسب لحضرتك؟ لا لا، اتفضل كمل. تمام، متشكر جدا ليك. احنا عندنا وحدات سكنية في مدينة المستقبل بسعر 1,000,000 جنيه، بمقدم 10% وتقسيط على 10 سنين مع تسهيلات في السداد. المدينة كمان موقعها ممتاز وبتوفر كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها. شايف حضرتك ممكن تهتم بالوحدة دي للسكن ولا للاستثمار؟ بقول لك انا مش فاضي دلوقتي، ممكن تبعت لي تفاصيل واتساب؟ حاضر، هبعت لحضرتك التفاصيل على الواتساب حالا. شرفتنا بالحديث، ولو في أي استفسار تاني أنا تحت أمرك. شكرا لوقتك واهتمامك. شكرا ليك. يا اهلا بكم من جديد، معكم رام خليل من معلم اكاديمي. النهارده باذن ربنا هنتكلم ازاي اعمل سيلز ايجنت يكلم الكول تو كول. تمام. طبعا انا لو شركه تسويق عقاري وعندي داتا قد كده، ومحتاج ان انا اخلي الذكاء الاصطناعي يكلمها، وبعد ما يكلمها يبعت لها تفاصيل واتساب، وبالعكس يقعد يتابعها مرة واثنين وثلاثة على الواتساب. فالفيديو ده ليه، يلا بينا نبدأ. إن شاء الله النهاردة هنتعلم حاجة اسمها N8N. N8N دي عبارة عن automation tool. الautomation ده بيعمل إيه؟ بياخد الداتا وبيبدأ إن هو يترجمها، وبيبدأ إن هو يحولها لي لصيغة إن أنا أقدر أستخدمها أعمل بيها 100 حاجة. طب إزاي موضوع إن أنا أعمل سيلز ايجنت أو أعمل شخص بيعمل نفسه مدير مبيعات بالذكاء الاصطناعي؟ النهاردة هنستخدم 2 تولز. أول تولز معانا اسمها فابي. وفابي دي عبارة عن منصة بتتيح لي إن هي توفر لي صوت بيتكلم، وكمان بتوفر لي تليفون بحيث إن أنا أرن على عملاء وهكذا. تمام. بس طبعا بيبقى ليها فيز معينة، وليها برضو فيز لرقم التليفون وفيز للدقيقة. تمام. الأداة دي ينفع تتكلم عربي إنجليزي أي لغة أنت عايزها، وكمان تقدر تديها البيانات وتبدأ إن هي تشتغل مع الذكاء الاصطناعي بحيث إن هي تحدث من نفسها. أنا هنا مديها موديل. الموديل ده عبارة عن إن أنت مروان. أنا بقول له كده، بقول للذكاء الاصطناعي بقول له أنت مروان، مساعد افتراضي بيتكلم بكل لباقة مع العميل لشركة اسمها إكس للتسويق العقاري. دورك هو توفير المعلومات عن الوحدات السكنية والتواصل الفعال مع العملاء المحتملين بطريقة محترفة ومجذبة. استخدم اللغة العربية العامية المصرية. خليك ودود، خليك موجز مباشر، عشان كده كان سريع. قدم النغمة الودية والمتفائلة. ابدأ الحديث بتحية، تعريف لنفسك. كل ده أنا بديله حاجة اسمها جايد لاين يمشي عليها. تمام. بحيث إن هو في المكالمة هو عارف إيه الجايد لاين المفروض يمشي عليه. استخدم لغة تسويقية جذابة. قدم خيارات متعددة. ماشي. وارسل التفاصيل واتساب زي ما شفنا كده، هو بعت لي التفاصيل على الواتساب بعد ما المكالمة خلصت. طب جاب رقمي منين؟ ما انا كده كده انا اللي مديله الرقم يعني. طيب تاسك اند جول. حي العميل الاول. استفسر عن امكانية الاستماع للعرض سريع حول مدينة المستقبل بقى والسعر الوحدة. طبعا دي الداتا اللي انت المفروض ايه تبقى عارفها. خدمات المتاحة، اديله الخدمات المتاحة. في شوية حاجات لو انت العميل قال لك انا مشغول ولا حاجة، او العميل متردد. ماشي. او مثلا العميل قال لك ابعت لي التفاصيل واتساب. وبعد الكلوز اعمل تفاعل معاه ولخص الخطوات اللي انت قلتها له واشكره وقف المكالمة. ماشي. ده السكريبت اللي انا بديه للذكاء الاصطناعي اللي هو يقوله، وببدأ ان انا اتسته عن طريق ان انا بدوس على توك تو اسيستنت، ويبدأ إن هو يكلمني، وأبدأ إن أنا أتفاعل معاه، وأبدأ إن أنا أعدل في السكريبت بحيث إن أنا أوصل للنتيجة النهائية اللي هتخلي الذكاء الاصطناعي يكلمني زي ما أنتوا شفتوا. يعني تعالوا كده ندوس على توك تو أسيستنت. الو. ألو. مرحبا، أنا مروان من شركة إكس للتسويق العقاري. يسرني أكلمك النهاردة. عندك وقت أقول لك عن عرض سريع للوحدات في مدينة المستقبل؟ اتفضل. مدينة المستقبل دي واحدة من طبعا يعني منع للوقت، فخليني أنجز معاك. طيب أنا ببدأ إن أنا بقى أعمل حاجة اسمها ويب هوك. إن أنا باخد الداتا بتاعة العميل في المكالمة،
ماشي، اهو الويب هوك اهو. تمام، باخد الداتا بتاعت العميل، الحاجات اللي هو قالها في المكالمة، وببدأ إن أنا أدخلها لحاجة اسمها edit field، إن هو يرتب لي المعلومات، الحاجات اللي هو اللي قالها ماشي في المكالمة، وببدأ أدخلها لشات جي بي تي. شات جي بي تي اللي هو الذكاء الاصطناعي، ببدأ أقول له بقى خلي بالك من سياق المكالمة دي، أنا عايزك تبعت لي للعميل ده تفاصيل عن شركة المستقبل. ببدأ طبعا شات جي بي تي يبدأ إن هو يحلل المكالمة، ويبدأ إن هو يبعتها رسالة واتساب عن طريق حاجة اسمها ال HTTPS. تمام، ده بيبقى عبارة عن API. تمام، يروح يحول بياخد الكلام يروح يبعته على الواتساب. ماشي، زي ما احنا شايفين كده، ده عبارة عن ايه؟ API. تمام، بياخد الرسالة اللي هي مثلا أود أن أطلعك على تفاصيل مدينة المستقبل اللي عملها شات جي بي تي، بيبدأ إن هو يحطها أو يبعتها على الإيه؟ الواتساب. طيب، عشان اعمل كل الكلام ده المفروض انا محتاج ايه؟ اول حاجه انا محتاج ان انا اعمل اكونت على N8N. ماشي، ده اداه مجانيه، انت ممكن تنزلها على اللابتوب بتاعك، ممكن انت ترفعها على السيرفر بتاعك، ممكن انت تخش على الموقع ذات نفسه. تمام، وتدوس على جيت ستارتد فور فري، بيديك ل1000 وحده او 1000 عمليه. تمام، معاك ل1000 عملية، بس لو أنت عايزها مجانا تماما أنا كده كده أعملها على السيرفر بتاعي. ماشي، بتبدأ تروح على الهوم هنا اهوت، خلينا ندوس سيف. ماشي، طبعا أنت لما بتحملها أو بتفتحها بتفتح لك المنظر ده. تبدأ تدوس على create flow work flow، تبدأ أنت تدوس على علامة البلس دي. ماشي، ويبدأ تقول له أول حاجة أنا عايز ويب هوك. ماشي، الويب هوك كده بياخد الايه الداتا من موقع فابي اللي هو اللي بيتكلم. ماشي، الداتا لا، الكلام اللي كان في المكالمة، الحديث اللي بيبقى في المكالمة. بيديك لينك، انت بتاخد اللينك ده. تمام، وبتخليه الميثود تبقى جيت. بتروح على موقع فابي، بتروح تسجل عادي، معاك كريدت ل1000 دقيقة. تمام، بس 1000 دقيقة تجرب، مش 1000 دقيقة ترن على العملاء، عشان محدش يقول لي انت بتقول لي ترن على العملاء والكلام ده. وبعد كده بروح على كلمة تولز، بعد ما بيفتح معايا المنظر ده. ماشي، بروح على كلمة تولز، ببدأ إن أنا أكاري التول، وببدأ إن أنا أحط الويب هوك بتاعي في حاجة اسمها السيرفر سيتنج عشان ياخد الداتا. وبعد ما بياخد الداتا ببدأ إن أنا أروح على كلمة اسمها اسيستنت. بروح كاريت اسيستنت اللي هو المساعد اللي هيتكلم. طبعا المساعد اللي هيتكلم ممكن تعمله بقى سيلز، ممكن تعمله حجوزات للدكاترة، حجوزات لأي حاجة. يعني حد بيتكلم فأنت ممكن تاخد الداتا وتوديها على شيت إكسل، وبعد كده هنعمل فيديو عن كده. وشيت إكسل يبعت رسالة تأكيد على الحجز، وقبل الميعاد بساعة يأكد على الناس. بتبدأ تقول في الفيرست مسج الكلام اللي هيتقال في أول حاجة. فأول حاجة أقول له ألو، ممكن أقول له إزيك. ماشي، أو إزاي حضرتك، دي أول حاجة هيقولها له، إزاي حضرتك. ماشي، هنا أنا بختار البروفايدر أوبن اي اي اللي هو الذكاء الصناعي، وهنا الموديل جي بي تي 4 او ده مدفوع، بس هو كده كده اوريدي، يعني الموقع مش بيدفعك حاجة. تمام، على الكلام ده ببدأ إن أنا أديله السكريبت. لو أنت مش عارف تكتب السكريبت أنا بروح صراحة لشات جي بي تي، بروح أقول له يا عم شات، أنا بشتغل على موقع فابي. خليني أطلع أوريكم رسالة. أنا شغال على موقع فابي وعايز سكريبت لمكالمة تسويق عقاري، ونوع العميل كولد كول، وعايز تسويق. بيبدأ إن هو يديني الكلام أهو. ماشي، ببدأ إن أنا أروح أحطه هنا اهوت. ببدأ إن أنا أستخدم VBEI ذات نفسه عشان يبدأ إن هو يعدل على الكلام، لأن هو عنده زي إيه، زي شوية أكواد. يعني identify ده يعني بيقول له ده اللي أنت يعني هتعرف نفسك إزاي. ماشي، الستايل نوع المكالمة عامل إزاي، أنت هتتكلم لغة عربية، تبقى ودود لطيف بياع الكلام ده. ماشي، فبستخدم فابي، بدوس عليه وببدأ إن أنا أدخله نفس الرمز اللي أنا دخلته أو نفس البرومبت اللي أنا دخلته على شات جي بي تي. تمام، اللي هو انا عايز سكريبت، اريد سكريبت المكالمه مش عارف ايه. طبعا انت لو عايزه باللغه الانجليزيه هيبقى افضل بكتير، افضل حرفيا بكتير جدا جدا جدا. بعد كده خلاص كتب لك البرومبت، مفيش اي مشكله. بتبدا تدوس على توك تو اسيستنت. ماشي، وبتبدا تسمع كده وتبدا تجرب وتبدا تعدل في السكريبت، تقعد تعدل لغايه لما توصل للصيغه النهائيه. خلاص،
طيب خلاص عملنا الويب هوك ماشي اهو، وبدأ ان هو ياخد الداتا من فابي. هبدأ بقى ان انا احول بقى الداتا دي ماشي، يعني انا خلينا اتست كده اشوف الويب هوك شغال ولا لا. هبدأ ادوس على توك تو اسيستنت. طبعا هو هنا مديني زي امثله، هنا مثلا كاستمر أهلا وسهلا بيك، أنا مروان مساعدك من شركة. ماشي وهكذا. انا هقول له انا عايزه بلانك كرييت اسيستنت. هو مجهز لي يعني حاجات لوحدها، يعني انا مش محتاج ان انا ايه اعملها. انا هبدا احط البرومت اللي انا كنت لسه بقول لك عليه من شويه، وهنا البدايه خالص اقول له ازاي حضرتك، ازاي حضرتك ماشي. وهبدا ان انا اروح على كلمه تولز وابدا احط ايه الويب هوك، او اقول له كرييت تول فانكشن. خلينا من الاول خالص عشان الناس لسه بتشوف. اقول له مثلا ده ايه، ده اسمه ديمو ماشي، ده اسمه الديمو. واروح اخد الويب هوك اهو، اخليه تيست. لو انت عايز تعمله برودكشن مفيش اي مشكله. الفرق ما بينهم، لا الفرق ما بينهم كبير صراحه ماشي. هبدا احط اهو اقول له سيف ماشي. هو كده ايه بيبدا ان هو ياخد الداتا من موقع فيبي يوديها لموقع N8N ماشي، اللي هي المكالمه يعني. هبدا اقول له listen ماشي، وابدا ان انا اجرب. هو كده بيسمع. هبدا ان انا اقول له تيست، جرب كده send request. هو هنا اداني ايرور عشان هو المفروض يبقى بوست، انا عامله جيت. انا هخليه بوست اقول له listen. تعال نجرب كده send request. المفروض كده اشتغل كده تمام، كده هو استقبل اهو تمام اهو الحمد لله وصل اهو. طيب بعد ما اشتغل كل حاجة تمام خلاص، انا ممكن بقى اروح اجرب بقى اشغل المكالمة، وابدا ان انا اخد المكالمة اوديها بقى. اعمل بيها ايه بقى؟ ممكن اعمل بيها حاجات كتيرة. ممكن اديها لشات جي بي تي يلخصها لي ماشي، يعني ممكن ادوس على علامة البلس دي واقول له مثلا ادفانسد اي اي ماشي، واقوم مختار اي اي ايجنت اللي هو الذكاء الاصطناعي. هختار ان هو كونكت شات تريجر نود. هختار ان هو ديفاين بلو، وهبدأ ان هو اخد مثلا سكريبت المكالمة. يعني هنا مثلا ده كل الحاجات الايه اللي بيبعتها. فاقول له هنا ديفاين بلو. هختار ان هو define below، وهبدأ ان انا اقول له مثلا اريد منك تلخيص هذه المكالمة ماشي. طب المكالمة هتظهر فين؟ هتظهر في الحتة دي في الجنب ده تمام. يعني انا دلوقتي مثلا لو رحت قلت مثلا assistant، اقوم دخلت على الديمو ماشي، احنا كده في الديمو اوكي. وبعد كده هقول له بقى في الويب هوك هشغله listen. هقول له يعني جمع الداتا ماشي. هو هنا في ايرور بس هعمل له بس ديليت لغاية لما اشغل المكالمة واقول له listen. طيب هبدأ ان انا اشوف بقى المكالمة هتوصل ولا لأ. هدوس على كلمة publish واقول له توب. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. مرحبا، انا مروان من شركة اكس للتسويق العقاري. ازاي اقدر اساعدك النهارده؟ طيب هعمل اند كول بقى اشوف هل وصل هنا هوت ولا لأ. هنتظر لغاية لما يبعت لي ريكوست. طيب بعت لي اول ريكوست اهو تمام. بعت لي الريكوست اهو، ده الريكوست اللي بعته. هبدأ بقى إن أنا إيه أروح للذكاء الاصطناعي أقول له هات لي بقى Advanced AI. بس أنا ممكن أقول له الأول هات لي فيلد، أنا عايز أعمل edit للفيلد ماشي. Data Transformation edit field. ببدأ إن أنا أحط بقى إن هو النيم. ممكن أقول له ده عبارة عن المسج اللي قالها العميل، المسج اللي قالها العميل. المسج اللي قالها العميل بقى هبدأ إن أنا أدور عليها تمام. طبعا هنا الرسالة بتبقى في حاجة اسمها البادي، يعني لو نزلت تحت هلاقي إن هو في حاجة اسمها البادي تمام. البادي ده اللي بيبقى فيه الرسالة أو بيبقى فيه الحاجات اللي إحنا قلناها يعني في المكالمة ماشي. ببدأ إن أنا أسحبها إن هوت هي دي الإيه الحاجة اللي أنا عايز أبعتها للذكاء الاصطناعي. وببدأ أقول له أخش بقى أدوس على add، وأختار بقى المرة دي Advanced AI Agent. كده أنا هختار بقى ذكاء اصطناعي، هختار بقى إن هو define below، وهبدأ أقول له
execute previous عشان يجيب لي الداتا دي، وهقول له بناء على هذه الرسالة، أو ممكن إن أنا أبعت رسالة على طول، بس أنا عايز الذكاء الاصطناعي يخش يفسر رسالة على العميل ده. بناء على هذه المكالمة ارسل رسالة واتساب إلى العميل. ماشي، وهبدأ إن أنا أسحب المسج، أحطها هنا. طبعا أنا لو دوست تيست هيديني ايرور، لأن أنا المفروض أحط إن هو تشات جي بي تي ك مين اللي هيبعت يعني، أو مين اللي هيقول الرسالة دي. طبعا أنا محتاج إن أنا أختار شات موديل، فعندي هنا هو بقى في عندي كذا حاجة، في ديب سيك، في جوجل جيميناي، في شات جي بي تي. فأنا هستخدم إن هو اوبن اي اي. طبعا اوبن اي اللي هو المدفوع، انا عندي اللي هو المدفوع. انت ممكن لو انت عايز حاجه مجانيه ممكن ان انت تبدله، ممكن نستخدم ان هو حاجه اسمها اوبن روت. ماشي، وتروح تدوس على create credential وتدوس على اوبن دوك وتجيب حاجه اسمها اي بي اي. طيب ضفته اهو. ماشي، وهختار ان هو تشات جي بي تي 4. طبعا هو مجاني تماما، مش محتاج انت تدفع له اي جنيه. وهتبدأ إن أنت بقى تعمل بلاي كده اهوت، بحيث إن أنت تتست هو شغال ولا لأ. المفروض لو تست صح هيديك صح كده. المفروض الخطوة اللي بعد كده هبدأ إن أنا أدوس على علامة البلس، الرسالة بقى اللي طلعت تبدأ تروح للواتساب. طبعا لو دوست علامة البلس دي هبدأ أكتب إن هو واتساب. طبعا أنا عندي في نوعين من الواتساب، في واتساب اي بي اي. ماشي، ده هنتكلم عليه في فيديو لوحده، سند مسج، ولازم يبقى عندك واتساب اي بي اي. او ان انت تستخدم بقى في حاجه اسمها واسندر. واسندر ده يعني عباره عن سكريبت انت بتركبه وبتعمل سكان للواتساب بتاعك وبتاخد منه اي بي اي. ماشي، ولو انت خدت منه اي بي اي زي ما انا عامل كده هتجيب بقى حاجه اسمها اتش تي تي بي. ماشي، طب ايه الفرق ما بين واتساب اي بي اي واللي انت عامله او اللي هو الواسندر؟ الواتساب اي بي اي ده بفلوس، كل رساله بفلوس. الواسندر ده عباره عن سكريبت انت بتدفع له فلوس وبتشتريه مره واحده، بس ميزته ان انت بتعمل سكان للواتساب بتاعك، فمش محتاج انت كل رساله تبعتها تدفع عليها جنيه، يعني انت بتدفع مره واحده من الاخر. ماشي، فهنا انا ببدا ان انا اروح على الواسندر بتاعي اهو. ده السكريبت. هبدأ إن أنا أسجل دخول. هبدأ إن أنا أروح بقى على حاجة اسمها أبس ماي أب. ماشي، وكريت أب ده لو أنت عندك واسندر. وأبدأ إن أنا أختار الإيجنت اللي هو الرقم التليفون بتاعي، وأبدأ إن أنا أسمي الأب وهكذا. المفروض أنت بعد ما بتعمل الأبليكيشن بتروح تختار بقى الرقم بتاعك. فأنا مثلا أختار الرقم ده. هبدأ إن أنا آخد أنت عايز تبعت إيه بقى بالظبط. يعني أنا عايز أبعت تكست مسج بس، رسالة، لان انا كده كده مش عايز ابعت رسالة. انت هنا ممكن بقى تبعت فايلات، ممكن تبعت تمبليت. التمبليت ده بيبقى عبارة عن حاجة جاهزة، صورة مع كلام وهكذا. فانا اختار بس مسج عشان الوقت، وهبدأ اقول له import CURL، وهبدأ احط الكود. لازم بس ازود دي عشان الوقت. انا هحط ان هو الريسيفر نمبر. الريسيفر نمبر اللي انا هبعت لمين، يعني انا هو هبعت اللي هو الرقم ده. ماشي، أو خلينا الرقم ده مش مشكلة. طب الرسالة اللي أنت هتبعتها، ماشي، إيه الإكزامبل مسج؟ هقول لك دلوقتي. هقول له import. هبدأ بقى إن أنا أروح أسحب، أنزل تحت كده. ماشي، وأبدأ إن أنا أروح. هو هنا حط لي رقم التليفون. طبعا إحنا رقم التليفون هنجيبه من الإكسل شيت، يعني هنربط الإكسل شيت ونجيب منه رقم التليفون. طيب بالنسبة للمسج هبدأ إن أنا أمسح ده، تمام، وأسحب الرسالة اللي عملها لي الذكاء الاصطناعي اللي هو ال AI agent. ما أنت دلوقتي عندك ال AI agent لو أنت فتحته كده، هو لما اشتغل طلع لي إيه؟ طلع لي رسالة. ماشي، طلع لي إيه؟ طلع لي رسالة. الرسالة دي ببدأ أقول له وديها لي لإيه بقى؟ للواتساب. ماشي، أهي. ببدأ إن أنا أقول له تيست الأب عشان أشوف هو شغال ولا لأ. أدي الواتساب أهو. هبدأ إن أنا ألاقي إن الرسالة فعلا اتبعتت لي.
نستنى كده شوية. طبعا لازم إن هو الأوتبوت ده يبقى علامة صح، أنتظر بس لغاية لما يبقى علامة صح، ساعتها الرسالة تتبعت. بيقول لي إن هو أهو سكسس، خلاص بعت. هبدأ إن أنا أروح على الواتساب، فعلا بعتلي بالطبع احتاج فقط لبعض التفاصيل الإضافية. ماشي، ده بناء على إيه المكالمة. طبعا أنا معملتش مكالمة، فأنا بس إيه فتحت وقفلت، فمفيش أي كلام. تمام. فكده ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأوتوميشن، إن هو الويب هوك هياخد المكالمة، سكريبت المكالمة، يحولها للذكاء الاصطناعي، يبدأ إن هو يلخصها، ويبدأ إن هو يطلع منها رسالة يبعتها إيه؟ يبعتها واتساب. تمام. طب أنا عايز الذكاء الاصطناعي ده يبدأ إن هو يكلم بس العملاء، يعني أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا إيه أبعت له أرقام يكلمه. ماشي، ده إن شاء الله هنعمله في الفيديو الجاي. فتابع سلسلة حلقات الأوتوميشن، وتابع السلسلة بتاعة N8N والذكاء الاصطناعي. كان معكم مروان خليل من N8N بالعربي. استنوا الحلقات الجاية. سلام.